لا سمح الله، أنا لا سمح الله أخشى حضور أحد. أنا لا أرضى أن يتكلم أي إنسان عن أي كيان أو عن أي حد جميل بصورة نقد تستلزم وجود هذا الشخص. جميل. فبعد إذن حضرتك هذا رأيك وأنا قلت رأيي. طيب احنا مش جايين هنا نتكلم على الإخوان المسلمين، احنا جايين نتكلم على الإخوان المسلمين. أنا لا مش جايين نتكلم جايين نحكي تاريخ الإخوان المسلمين. جايين نعترض على الإخوان المسلمين. دكتور صفوت، هو حضرتك هو الراجل بيأصل الحكايه، هو بيقول لك ان الاخوان ليسوا ابناء ثوره، يعني فكره ان هم ينزلوا الميدان هو بيجسرها. الفكره التاليه من حقه يعني. انا عندي 1000 مثال ذكرته. انا عاوز اسال الاستاذ عبد الحليم سؤال محدد. طب ما يكمل كلامه يا دكتور صفوت. وحضرتك انت شخصيا قبل الثوره لم تكن نصيرا لاي ثوره. انت كمان الدكتور صفوت حجازي وانت قدامي اهو ولا ايه؟ ايوه اتكلم عني انت فزعت وجزعت على منبر في نقابه الصحفيين في المناسبه التي اشرت اليها اللي كانت متعلقه باغلاق القنوات، وانا اتكلمت وعارف انا اتكلمت ازاي وعارف حضرتك اتكلمت ازاي. جميل. وجهت نداء للرئيس مبارك ان يفتح لك القنوات. جميل. وانا قلت يسقط حسن مبارك وقلت خلع مبارك هو الحل. الفرق واضح. جميل. يعني عشان بس ايه او انت موجود. جميل. هنا كمل بقى اصل ده نمط في التفكير. عشان ما نخرجش عن الموضوع. ما نخرجش من الموضوع. اتكلم عني انا. اتكلم بقى. اتكلم لا عني يا دكتور صفوت هو يتكلم عن اللي هو عايزه. اتكلمت عنك اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. دي شخصيه يتكلم اللي هو عاوزه يا استاذ عمرو دون ان نجرح في اي كيان ولا في اي حاجه. هو شخصيه عامه يعني يجرح في الناس. ما يجرحش، هو بيكلمك على مواقف سياسيه. يعني النهارده لو اتكلمت عن الرئيس فلان او رئيس فلان لازم اجيبه واحد قدامي. اما يجي هذا الكيان يا دكتور صفوت النهارده لو بتكلم على رئيس الجمهوريه مش